مساء الفل. وحشتني جدا جدا جدا. انا عارفه ان انا ما طلعتلكوش لايف بقالي كتير، بس النهارده انا كنت في مكان حلو قوي الحقيقه. وبما اني مقتنعه ان اقل لمسه في ديكورات البيت واكسسواراته ممكن تعمل تغيير في شكل البيت، نفسيتنا احنا شخصيا، نفسيه الناس اللي قاعدين جوه البيت. فقلت اخدكم جوله كده معايا تتفرجوا على الحاجات اللي انا كنت بنقي منها. في محل بحبه قوي اسمه روز هوم. ده موجود في امريكانا بلازا في الدور الاول. والحقيقه ان انا يعني المكان ده انا بحبه بجد، لانه الحاجات اللي فيه اسعارها لطيفه جدا جدا جدا، وبتعمل تغيير جذري في البيت. عايزه اوريكم شويه حاجات كده من الحاجات اللي عجبتني، واقول لكم اسعارها. تبقى معانا نورهان. تعالي يا نورهان، تعالي يا نورهان عشان نسالك على اسعار الحاجات وتقول لنا ايه الاخبار. هقلب الكاميرا دلوقتي عشان اوريكم شويه حاجات. اوكي نورهان، ممكن بليز تورينا الاشكال كده؟ انا عارفه انك مش بتحبي الكاميرا قوي فمش هبينك. بصوا، دي تابلوهات للبيت مثلا، اسعارها دي كام؟ 300 جنيه. ومقاسها كبير، دي 90 في 60، 70 في 100، يعني كبيره كمان لطيفه. دي الاشكال الموجوده، ودي اسعارها 300 جنيه تقريبا. وهنا كده الكولكشن الناحيه التانيه. دي كانت عاجباني قوي. دي الحاجات اهي، مقاسها 70 في 100. بصوا بقى، في حاجات تانية. الحاجات دي مثلا طالعه موضه قوي، بتتحط في فازات كده بيضه فخار على الارض، تدي برضو شكل لطيف. وفي زيها بس اللي هي الماتيريال التاني اللي هو عامل زي الريش شويه، دي برضو لذيذه قوي. في عندهم بقى الترابيزات اللي هي الفرفوجي، دي برضو اسعارها ايه دي يا نور؟ الترابيزه زي ما قلت لكم نور كده. في بقى الحاجات اللي هي بتتعلق بقى في الحمام، بتحط عليها الشامبو والبلسم والحاجات دي. وفي الحاجات بتاعه المطبخ. هوريكم بقى المرايات، عشان دي برضو حاجات ممكن يتحط فيها حاجات كتير. دي ممكن تتحط في الحمام يتحط عليها فوط، حاجات كده ممكن تتحط في المطبخ بقى يتحط فيها الحاجات التانية. طبعا ستات البيت هم بس اللي يبقوا فاهمين انا بتكلم في ايه. الحاجات الازاز الطويله دي برضو بيتحط فيها الحاجات اللي ورايا، اللي انا وريتها لكم، اللي هي الطويله اللي شبه عيدان القمح دي. انا اللي في المرايه اهو. باي باي، الو، شايفيني كويس الحمد لله. دي مرايات. المرايات اسعارها ايه؟ المرايه 300، واحجامها برضو لطيفه زي ما انتم شايفين كده. اوكي. عندهم بقى السكشن بتاع الزرع، وده السكشن اللي انا كنت جايبه مخصوص النهارده. عندهم طبعا اكسسوارات تانية كتير، زي البراويز دي، الساعات دي. الساعات اسعارها ايه؟ اوكي. والكبيره 255 النهارده؟ طب ما تجيبيها لي بما ان في عرض. يا جماعه، في بني ادم طبيعي يفوت اوفر؟ يعني بجد والله العظيم، يعني في بني ادم عاقل يفوت اوفر باللذاذه دي؟ عايزه اوريكم بقيه الحاجات، استنوا بقى. في الزرع هدى اللي تحت، وفي الحاجات دي. في هنا زرع ب 100 جنيه مثلا، استنوا اوريه لكم. دي كانوا قايلين لي عليها ب 100 جنيه مثلا. اوكي. في حاجات تانية بتوصل يعني اسعار اعلى من كده بكتير. دي ب 100 صح؟ اه. ودي الصغيره. يعني هي الاسعار بقى في الزرع هنا بتبقى افريج، يعني ممكن تلاقوا هتفرق كواليتي طبعا. يعني بس دي الستارتنج، يعني هي بتبدا من 100 جنيه لحد بقى ممكن توصل 2000 و1600 و1700. في عندهم حاجات اللي هي بالفخار زي دي كده. دي اسعارها ايه طب يا نور؟ استنى نشوف. 1999. أيوة. اوكي. سيليكون. ماشي. في بقى الحاجات اللي هي الصغيره دي، انا دول خدت منهم عشان بحطهم بقى في الحاجات اللي هي الكروشيه دي. يعني شايفين الحاجات دي؟ بجيبها كده بحطها في الارض، بحط بقى فيها الزرع اللذيذ ده، بتدي برضو اشكال لذيذه في البيت. عايزه اوريكم بقى السكشن التاني بتاع المكرميات. ومش اسمهم مكرميات برضو؟ انا بقول صح؟ ماشي، اسمهم مكرميات. في بقى سكشن بتاع الصيف، بس هو الصيف خلص بس يعني ايه. خليني اوريلكم برضو. دي الحاجات بتاعت المصايف بقى. انا دي عندي منهم، كنت جايباها من عندهم السنه اللي فاتت. عندهم الشمع هنا برضو الطويل ده، انا ما كنتش لاقيه خالص بتاع السفره. انا لقيته هنا فخدت منه كده. انا اللي مخلصه البتاعه دي تقريبا. بس انا بقى اوريكم حاجه. شايفين كتب الديكور دي اللي بتتحط على الترابيزات؟ يعني بصوا بيتحطوا كده كده مثلا، وده بيروح معمول كده، ويتحط فوقيهم اباجوره مثلا.
او كاندل، او دي مثلا. استنوا هوريكم المنظر عشان تفهموا انا بكلمكم في ايه، يا رب ما تقعد تتكسر مني بس. اهي بتتعمل كده مثلا، بتتحط على ترابيزه بتاع، بيبقى شكلها امور قوي الحقيقه. الحاجات دي انا بحبها قوي، بتفرق. الكتب دي اصلا هنا اسعارها بقى تافهه جدا، 75 جنيه كتاب. هو مش كتاب اصلا، هو كرتونه اهي كده على شكل كتاب. بس دي الحاجات دي بتدي بصراحه تاتش حلو قوي في البيت. ويعني زي ما قلت لكم احنا ممكن نعمل اختلافات كتير، ومش لازم ندفع مليون جنيه عشان نعمل اختلاف في البيت. اوريكم بقى سكشن تاني. ده بقى سكشن الزرع. استنى، دي حاجات الزرع اللي هي الصغننه، اللي ممكن تحط على ترابيزات جانبيه بتاع الحاجات دي. عندكم بقى الزرع الحاجات دي، الحاجات دي بقى بحب احطها في الحمام قوي. انا عايزه من دول على فكره، ما خدتش من دول. هاتيلي دي، مفيش شكل تاني من دي بس. لا الزرعه هتبقى شكلها مختلف، كنتوا بتنزلوا انتوا حاجات لذيذه كده بتبقى بيضه اهي. ايوه هي دي. هاتي واحده من دي واحده من دي، بيتحطوا جنب بعض كده شكلهم بيبقى مختلف بس هو امامير. دي بتبقى حلوه، انا عندي منها. هاتيلي طب منها اتنين. خلي شريف يزودهم لي في الحاجات بتاعتي. بصوا بقى عندهم الحاجات دي. أنا لسه واخده من انهي، استنى اوريكم اللي انا خدت منها. خدت من دي، خدت من دي اتنين، شكلها لذيذ قوي، كانت عامله 200 جنيه تقريبا. وخدت بقى المكرميه القمر دي عشان انا عندي كنبه بيج، فحطيت فوقيها دي. هي هتبقى كبيره كده وبتنزل في نص الكنبه، بيبقى شكلها امور قوي. عندهم بقى الحاجات اللي بتتحط دي، يعني انا مثلا عندي في الحمام بحب احط فوط الحمام ابرمها كده بشكل معين، تترص في صينيه زي دي كده جنب الحوض. بيتحط عليها هنا البتاع بتاعت الصابون بتاع الايدين، بيتحط فيها عليها الكاندل. بتبقى بتدي برضو شكل لطيف قوي. استنى اقول لكم دي سعرها كام. دي سعرها كام يا نور؟ مش مكتوب عليها السعر دي. يعني مثلا دي ب 199 مثلا، 200 يعني. فالمكان اسمه روز هوم، موجود في امريكانا بلازا الدور الاول. انتوا تحتيكوا في محل اسمه ايه؟ اه بتاع البيتزا، فوق بتاع البيتزا. عندهم كمان الحاجات بقى بتاعت المطبخ دي. بصوا الطقم ب 400 تقريبا، بيبقى 3 جارز كده. انتوا بتقولوها برطمان ولا برطمان؟ انتي بتقولي برطمان ولا برطمان؟ برطمانات. 3 برطمانات سكر وقهوة وشاي. وعندهم كذا واحد تاني هم بتوع الكوكيز اهم دول. عندهم الحاجات الاسود، عندهم سيلفر، عندهم صراحة كولكشن لطيف قوي. او فين النجفتين اللي انا خدتهم؟ وخدت من عندهم دي. دي عجبتني قوي ب 350 جنيه، جبتهم للريسبشن، هيبقى شكلهم امور قوي. عايزه اوريكم ايه تاني. دي بقى اطقم اللي هي الهاند سوب بتاع الحمام، حاجات عامله كده. روز هوم، المحل اسمه روز هوم في امريكانا بلازا. ثانية بقى عشان انا كنت شفت دي ومش عارفة دي عبارة عن ايه، بس انا هوريكم حاجة. دي مشاية ها؟ دي بوهو. اه دي المشاية المكرمية. افرشي لي كده واحدة في الارض ونامي يا نور. بصوا دي شكلها عامل ازاي. طب والله حلوة، بس دي تزحلق؟ لا ما بتزحلقش. ايه ده والله لذيذة. اصل انا بخاف اتزحلق. بس دي تبقى حلوة، دي تلاقي عندي برضو. طب حلوة دي، جيبيلي منها اتنين. مشاية دي عجبتني. دي هتلاقي عندي قوي. عايزة اتنين. بصوا بقى المكرميات عندهم الصغيرة وعندهم الكبيرة. برطمان ها؟ كلكم بتقولوا برطمان زي الحمد لله. في ناس بيقولوا بطرمان، والناس دي بصراحة مبقاش عارفة تعلموا عربي فين. أكيد مش معانا، متعلموش عربي معانا. طب يا جماعة لو عندكم أي أسئلة بقى اكتبوا لي في الكومنتس. أنا كده خدتكم جولة في المحل كله وعملت اللي عليا. لو عندكم أي أسئلة تانية اكتبوا لي في الكومنتس. يا رب يكون ذوقي عجبكم والأفكار اللي أنا قلتها لكم عشان تغيروا بيها ديكور البيت عجبتكم.